القوات المغربية تفرض سيطرتها المطلقة على المنطقة العازلة وتحولها إلى منطقة محرمة على ميليشيات البوليساريو، واستنفار كبير داخل ردهات نظام العسكر الجزائري بعد علمهم بأن الجيش المغربي تحكم بشكل كامل على كافة النقاط في الصحراء والمناطق المحاذية للجدار الأمني التي كان إعلام الكبرانات في وقت ليس ببعيد يسمونها بالأراضي المحررة. دخول القوات المغربية إلى المناطق العازلة جمد تحركات الانفصاليين وقيدهم في مخيمات الذل والعار، وكانت آخر مرة ضبط فيها وجود عناصر ميليشيات البوليساريو في المناطق العازلة متزامنة مع تدخل القوات المسلحة المغربية في منطقة القرقرات منذ 13 نوفمبر من عام 2020، حيث تم إرغام ميليشيات البوليساريو آنذاك على التراجع على وجه السرعة إلى الخلف داخل التراب الجزائري والاختباء في مخيمات تندوف في ظل اشتداد المراقبة وتمركز الجيش المغربي القوى الإقليمية في الصحراء. وعمدت جبهة البوليساريو وداعمتها الجزائر مؤخرا إلى خرق أهم بند في الاتفاق العسكري رقم 1 والموقع بين القوات المسلحة الملكية وجبهة الانفصال وبعثة الأمم المتحدة، بحيث كانت البوليساريو قبل 3 سنوات قد دفعت بمواطنين صحراويين إلى الدخول إلى مناطق مشمولة باتفاقية وقف إطلاق النار، ورفعوا شعارات سياسية فيها آنذاك قبل أن يتدخل المغرب لطردهم. ووفقا للاتفاق العسكري رقم 1 فالأمم المتحدة تمنع دخول أفراد أو معدات الجيش والقوات العسكرية للبوليساريو برا أو بحرا إلى المنطقة العازلة، كما يحظر إطلاق نيران الأسلحة داخلها وفوق أجوائها في جميع الأوقات. لكن هذه الاتفاقية لم تعد سارية المفعول بعد أن قام البوليساريو والجزائر بخرقها، والآن يمكن للجيش المغربي أن يفسك بأي هدف متحرك في المناطق العازلة التي يسيطر عليها طولا وعرضا. ومعروف أن مساحة المنطقة العازلة في الصحراء المغربية التي تخضع أو كانت تخضع لاتفاق وقف إطلاق النار سابقا تبلغ حوالي 53,200 كيلومتر مربع، وتشكل ما يعادل 20% من المساحة الإجمالية للصحراء المغربية، والبالغة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع. ويرى محللون سياسيون أن جبهة البوليساريو لم تحترم في مناسبات عديدة المنطقة العازلة منذ إحداثها، وهو ما جعل المنتظم الدولي يقلل من جدية التزاماتها السياسية في ملف الصحراء، مشيرين أن تشديد المراقبة على تلك المنطقة من طرف الجيش المغربي جاء بعد تنامي التحركات الميدانية لميليشيات ومرتزقة الجزائر الانفصاليين. نشكركم على حسن المتابعة.